أن منطقة الخليج العربي إن لم يتنبه أبناء الخليج ومعهم كل العرب ستصبح محكومة بالإرادة الأمريكية، وربما يتطور الأمر إذا ما حصلت الغفلة واستمر الضعف في موقعه إلى الحد الذي تسعى فيه أمريكا إلى تحديد كمية ما ينتج من بترول وغاز في كل دولة والكمية التي تباع إلى هذه أو تلك من دول العالم، وتحديد أسعاره طبقا لنظرة خاصة تتصل بالمصالح الأمريكية وتغفل فيها مصالح الآخرين. وإذا كان هذا الاحتمال ممكنا ومقنعا، فعلى من يقتنع به أن يستنتج بأن السلام بعيد في الشرق الأوسط من وجهة النظر الأمريكية وموقفها، ذلك لأن الاستراتيجية الأمريكية تحتاج وطبقا لهذا التشخيص إلى إسرائيل عدوانية وليست مسالمة. وقد يكون السلام بعيدا بين العراق وإيران ما لم تتجاوب إيران بوعي ومسؤولية مع مبادرات السلام التي يطرحها العراق. ورغم كل ما عملته أمريكا بالعرب من سوء من خلال تحالفها مع الصهيونية، بقي الخوف من الشيوعية والاتحاد السوفيتي ومن أصدقاء أو حلفاء الاتحاد السوفيتي من العرب في المنطقة، بالإضافة إلى عوامل أخرى. بقي هذا يحول دون أن يتخذ العرب مواقف مؤثرة تجاه السياسة الأمريكية عدا استثناءات محددة، وصارت مواقفهم محكومة بمجرد الرفض غير المؤثر أو المجاراة والسكوت غير المؤثرين. إلا أن على أمريكا أن تحترم العرب وتحترم حقوقهم، وأن لا تتدخل في شؤونهم الداخلية تحت أي غطاء كان، وأن لا تنسى أن أمة العرب أمة عظيمة علمت الإنسانية ما لم تعلم، وبغير هذا لا مجال لصداقة من طرف واحد ولا احترام من طرف واحد ولا مراعاة لمصالح وحقوق